خطيرة، هي لازم تتاكل كده. تعملي لقمة العيش ودن قطة كده وتاكلي بسم الله. قمت النهاردة لقيت الملوخية هفة على دماغي كده، قلت أعمل شوية ملوخية ناشفة. قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة، أو قبل ما نبدأ نعمل الملوخية الناشفة الجميلة بتاعتنا، هكلمكم الأول عن فوائد الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة تعتبر كنز غذائي، تحتوي على كميات كبيرة جدا من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة. الملوخية الناشفة بتساهم في تعزيز المناعة وبتحسن عملية الهضم وبتدعم صحة القلب، بتنظم كمان مستويات السكر في الدم. الملوخية الناشفة ديت مهمة لمرضى السكر. كمان بتساهم في إنقاص الوزن وفر السعرات الحرارية القليلة. هعمل النهاردة ملوخية ناشفة زي ما انتوا شايفين لونها الجميل كده. هعملها من غير شوربة وهعملها ببصلة. ناس كتير ما بتستعملوش البصل في الملوخية، لكن أنا بحب أحط بصلة في الملوخية بتاعتنا. وطبعا دي الملوخية المطبوخة. في على القناة فيديو المرغولة أو الشلولو لو حابين تشوفوه. وأتمنى قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة تدعمونا بلايك وتعليق حلو منكم. يلا بينا نشوف هنعمل الملوخية بتاعتنا النهاردة ازاي. هنعمل ايه النهاردة بشوية الحاجات اللي قدامنا دول؟ شوية ملوخية ناشفة، توم، بصل، طماطميتين مبشورين، شوية كزبرة والتوابل الجميلة بتاعتنا. هنعمل أحلى طبق ملوخية ناشفة. اليوتيوب مليان عن الملوخية، ازاي احول الملوخية ناشفة لملوخية خضراء. انتوا بتحولوها ازاي بقى؟ انا عايزة افهم. هي الملوخية كده كده هتخضر لوحدها في الحل. آه زي ما انتوا شايفين كده شوية ملوخية ناشفة، لازم تكون جايباها من حد انت واثقة فيه. حد يكون الملوخية بتاعته نضيفة جدا. انا اشتريت مرة الملوخية دي من حد في الشارع ولقيتها بالفعل نصها رمل. يعني لازم تتأكدي ان انت جايبة الملوخية من حد كويس انت واثقة فيه. وطماطميتين مبشورين وشوية كزبرة وشوية توم وبصلاية والتوابل بتاعتنا، ملح، فلفل، كمون، شوية شطة، شوية بهارات سبع. طبعا هنعمل الملوخية بتاعتنا النهاردة من غير شوربة. يعني لو مش عندك شوربة ما تقوليش لا مش هينفع اعمل ملوخية، لا تتعمل عادي مش مشاكل. تمام. اول حاجه هخلط البصله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. وبالمناسبه في ناس كتير ما بتعملهاش بالبصل في الاول، بس البصله بتدي لها طعم مسكر وجميل. اول حاجه هنبشر البشره بتاعتنا هنبشر البصله بتاعتنا ونحمرها ونشوف هنعمل ايه. هنبشر البصله بتاعتنا ونحمرها زي ما انتوا شايفين كده، بزيت بقى، بسمنه، اي حاجه هتفرق معاك. يعني بس ما توقفيش نفسك على حاجه. يعني لو شفت فيديو يقولك سمنه مش عندك سمنه اعمليها ازاي. هجهز بقى كام فص توم وارميهم مع البصلة. هنزل دلوقتي بكام فص توم. هنزل ببص الطماطم. زي ما قلت لكم احنا مفيش عندنا شوربة، هنعملها بمية عادية. دي مية مغلية، وعشان هي مية مش شوربة هنحط بقى التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، كمون، شطة، 7 بهارات، اي بقى توابل عندك حبتها. تمام. تقليبة كده على ما الملح يدوب، وهننزل بالملوخية الجميلة بتاعتنا. هسيبها بس تاخد غلوتين كده عشان البصلة، وبعد كده ننزل بالملوخية.
هننزل بقى دلوقتي بالملوخية الناشفة بتاعتنا الجميلة. بسم الله. طبعا هنديلها غلوة واحدة بس. على الناحية التانية انا بعمل الطشة الجميلة بتاعتنا اللي هي عبارة عن توم وكزبرة. شايفين لونها ربع اخضر تاني ازاي؟ نعمل زي الجماعة بتوع اليوتيوب ازاي نحول الملوخية الناشفة لملوخية خضراء. هي اصلا لونها الطبيعي بيرجع تاني. نحط بقى عليها كده وهنجهز الطشة الجميلة بتاعتنا. الطشة بتبقى توم وكزبرة ناشفة زي ما انت عارفة. وبننزل بقى بالطشة بتاعتنا على الملوخية. وهنسيب كزبرة. ريحة بقى مش عايزة اقولها فظيعة. شايفين القوام بتاعها بجد تحفة يعني، وريحة بقى وطعم مش عايزة اقول لكم. بسم الله. شايفين الجمال؟ وده شكل طبقنا النهارده، طبق ملوخية جميل. ممكن تاكليه برز، ممكن تاكليه بعيش، تاكليه الصبح، تاكليه الظهر، تاكليه بالليل. ملوخية ولا كلمة.